صباح الخير، صباح الجمال، صباح النشاط، صباح الحيوية. النهارده فيديو بُصّوا رائع، 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 فوق الممتاز كده يعني فوق الممتاز. صلّوا على رسولنا الكريم إن شاء الله كده عليه الصلاة والسلام، ويالّا بينا حُطّي أشيائي أختي واللايك بتاعي والكومنت الحلو اللي دايمًا بيساعدني. بُصّوا بقى النهارده هنلعب رياضة قبل ما نلعب يعني قبل ما ننضّف البيت، هنلعب شوية رياضة. عايزة كلّكم كده تقوموا تستعدوا كده وتقفوا صف كده جنب بعض، عشان هنلعب رياضة مع بعض عشان نتنشّطوا شوية. أختي يا كسلانة أنتِ وهي، يالّا كده بُصّي شوفوني دلوقتي أنا بالعب رياضة كده، وبُصّي كُلّي نشاط وحيوية وهاهِد البيت هَد النهارده. absolutely يا جماعة absolutely. يالّا بينا مستعدين؟ ها؟ اللي مستعد ييجي، أهلًا وسهلًا، اتفضلوا معانا. حضّري ريشتِك، حضّري مطوتِك في جيبِك، البسي كل دولابِك، أنا لابسة ترنج كامل بطاقيته بكُلّه، وشبشوبي في رجلي، وفرشتي في إيدي، أهم حاجة الفرشة عشان نعمل خدود ننضّف بيها الحيطان والّا إيه؟ يالّا بقى أيوه هوب، هوب بت يا جيجي 1، 2، 3 مين يالّا قومي يا ستّي أنتِ بتعملي أنتِ قاعدة تتفرّجي وخلاص. أيوه اجري كده اجري أكنِّك بتجري، اتقدّم، اتقدّم وكفاية خلاص تتندّم. مش عارفة إيه، عارفين الأغنية دي؟ أهي وتحطّي الفرشتين كده فرشة بس استنى يا عم بتاع الطماطم بقى، أنا ما حد قال لك إن أنا عايزة طماطم؟ وبعدين اتدفّي كده، وبعدين قومي، وبعدين كسّلي، وبعدين ما تقوميش، وبعدين ما تعمليش أي بُصّي استنى يا راجل، هانزل لك. المهم بقى يا ولاد قُلت ما بدّيهاش يا بت يا جيجي يالّا قومي اتنشّطي كده، لعبت بقى رياضة كده 1، 2، 3، 4، 5، 6 أهي هوب، 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 لو عندِك كمان حديدتين كده والّا حاجة إيديهون والّا ارفعي وانزلي واعملي. المهم ادّي نفسِك كده إيه شوية سخخان إيه، سخّني جسمِك يعني. وخُشّي على الشقة، خُشّي على الشقة، بقى لي كتير أوي ما عملتش معاكم روتين يعني، لأ عملت معاكم أول امبارح بُصّوا أنتم بتاكلوا وتنكروا قسمًا بالله، بتاكلوا وتنكروا، تقعدوا تقولوا لي: "جيجي فين الروتينات؟" ما أهو روتين والّا مش روتين ده يا متعلمين يا بتوع المدارس، روتين. أنتِ النهارده إيه شاربة حاجة يا جيجي؟ لا والله أبدًا، ده أنا النهارده مدعوكة دعك ما أقولكوش، نزلت السوق وجيت من السوق وعملت حاجات كتير جدًا اليوم ده والله. تعالوا بقى نفرش كده الكنبة دي عشان رقية مطلّعة عينيها، مطلّعة بُصّوا قلبها من جوّه كده. فحطيت بس حتّة فرو كده عشان إيه ندفّي الدنيا، كنت متلّجة، كنت بُصّوا والله العظيم 3 قايمة باعمل تحسّي وأنتِ قايمة من النوم كده تحت اللحاف، تحسّي إن أنتِ إيه، عارفة قايمة تتعذّبي، قايمة كده تحسّي إن أنتِ يعني هياخدوكِ من الضَل للنار زي ما بيقولوا. لأ، فقُلت ألعب شوية رياضة، أنُط الحبل شوية، عندِك حبل في البيت نُطّي على جيرانِك تحت ما فيش أي مشكلة، المهم إن أنتِ تعملي رياضة. واللي مش هتعمل رياضة إلهي يا رب إلهي لو ما فيش واحدة عملت اللي أنا عملته، بُصّي مش هاقول لِك، مش هاقول لِك. شوفوا هاعمل إيه، هاجيبكم حيّين زي ما جِبت الشيري كده في الفيديو اللي عند سمر. شُفتوا الفيديو اللي عند سمر؟ كنت عايزاها حيّة، لإن هي كانت غيظاني وأنا متعلقة فوق عمّالة تحرق في دمي وأنا متعلقة في الحبال فوق. ماشي يا شيري أشوفِك، أشوفِك. المهم بقى كده إيه، شِلت الحاجات اللي كانت على الكنبة دي ما كانش ليهم لازمة بصراحة، كل شوية رقاية توقعهم لي في الأرض، فقُلت إيه أحط فرو بقى وندفّي البيت وكده، هنسيّق بقى وهنلمّع وهنضبّط الreception ده كلّه كده لإنه بصراحة متبهدل. هاشيل بقى كل حاجة أدخّلها في أوضة النوم ونشيل عجلة رقية بُصّوا أنا عندي جراج، يعني اللي عايز يجرنش عربيته ييجي يجرنشها عندي. أنا مجرنشة عربية رقية ورا والسكوتر ورا السُفرة. هنشيل بقى كل حاجة من على السفرة نلمّعها لإن عليها تراب بصراحة ومبقّعة وزي الزفت. والسجادة اللي أنتم شايفينها هناك دي يعني دي نضيفة على فكرة مغسولة في المغسلة وأنا شايلاها كده علشان خاطر إيه، أفرشها للبنات يعني. هنا بقى كوباية النسكافيه ملازماني بحيث إن أنا إيه، أتدلّع. واخدين بالكم كنت باعمل روتين وباتدلّع. كنت عايزة أقول لكم إيه كمان، الناس اللي سألت سمر على الستاير هاقول لكم أنا بقى العنوان عندي أنا لؤلؤة العصافرة يا جماعة، اسمه لؤلؤة العصافرة، في المعهد الديني يعني، قولي فين المعهد الديني وفين لؤلؤة العصافرة معروف جدًا يعني، اللي جبنا منه الستاير. طيب سألته سمر الستاير ده كان عرض إيه يا سمر؟ ده عرض 2 يا بنات، عرض 2 مش عرض واحد، ما تجيبيش قماش عرض واحد علشان خاطر ما تعمليش توصيلة في النُص. فاهماني إزاي؟ في أي بارقع أو أي جناب أنتِ عايزة تحطّيها عندِك على الحيطة هاتي عرض 2، لإن عرض واحد بتعملي توصيلة، والتوصيلة دي لمّا بتيجي مع الكسرة كده تيجي جنبها بتبقى شكلها مش لطيف بصراحة. هنا بقى لفّيت على السُفرة داير ما يدور كده والكراسي بُصّوا بقى الطبقين دُول أنا أمّا باغسل مواعين وأقول للولاد خدوا حطّوهم في النيش، بعدين أرجع أصوّت أقول لهم: "لأ." العيال يخافوا يقفوا في مكانهم، "إيه يا ماما في إيه؟" أقول لهم: "لأ، ما حدّش يفتح النيش بتاعي." لإن أنا كاسرة حاجات كل أمّا أفتح حاجة تقوم دريب نازلة على الأرض. قُلت لهم: "ما حدّش ليه دعوة بيه خالص." جيت أرصهم ما عرفتش برضه، لازم بقى إيه، إن أنا أقعد أرتّب وأعمل كده. طلّعت بقى الزرع اللي كان على السفرة ده لو تفتكروه اللي أنا كنت حاطاه قبل ده، عشان عندي كده فازة لقيتها في الدرج كده بيضة شفافة كده، فقُلت إيه، أحطها في الركن اللي جنب الأنتريه والكنبة بين الكرسيين. تعالوا نشوف هنعملهم إزاي.
بصوا شايفينها هي الفازة جوه بس مش باينة عشان بيضة، شايفينها في الأرض أهي. بس الفازة دي بقى مش فازة، دي هقول لكم بعدين أحكي لكم قصتها، دي مفتوحة من تحت ومفتوحة من فوق، بس دي بلاستيك على فكرة، أنا اللي عملتها كده. جيت أحطها مش عارفة أوقفها، فقلت لها طب تعالي، حطيتها على الكنبة دلوقتي كده، حطيتها كده شوية، ولما أفضلك هحطك يلا عشان ما تعطلش. جبت كل الكراسي ونفضتها تنفيضة مال كده زي ما بيقولوا، والريشة فضلت تطير ريشة ورا ريشة ورا ريشة لحد ما تخلص نرميها. ماشي يعني، طب امسكيها يا جيجي بحاجة ولا حاجة، والله يا أختي انت وهي عملتها، بس هي الريش ده كده، ده تقولش ريش نعام. مسكت كده الصف ده كده لمعته وظبطت الدنيا اهو، والسكلو كمان بتاع الحيطة، والحتة بقى اللي هي عندها الزرع اللي هناك دي ظهري طويت عندي. بصوا عملت العمرة، بصوا ما تثقوش في أي صنايعي يخش الشقة، ما تثقوش في أي حد قسما بالله، ما تثقيش في نفسك يا أمي أنت وهي. لأن قال لي أنا هعمل لك عازل، ما فيش أي نقطة مية تخر المية، ولا الحيطان عندك تتبهدل ولا أي حاجة. والله ما حصل يا جماعة، اللي حصل إن أنا الحيطة رشحت تاني، ما تعرفوش من إيه، الثقل بتاع البانيو الحوض الله أعلم. فالحتة دي أنا مدارياها بالزرعة دي، فإن شاء الله الحتة دي هنعمل لكم فيها مفاجأة جدا قريب إن شاء الله، هنعمل فيها فوفي كورنر، بحيث إن إحنا نعمل فيها أي حد ضيف ييجي لي والّا حاجة، بدل مثلًا أخش المطبخ وبتاع، لأ يبقى هنا جنبي، بس أنتم يالّا قولوا لي بقى أعمله بشكل إيه، واعمل له مراية كده صغننة فوق، يعني قولوا لي بقى، قولوا لي بقى عشان عمّالة أتكتك كده واخترع، عمّالة أتكتك واخترع وأنا قاعدة، وولادي وجوزي خايفين مني، يقولوا لي والله بنخاف من اقتراحات، إحنا بنخاف نقوم من النوم نلاقيكِ بايعة أوضة النوم وإحنا نايمين فيها، هُم متوقعين إن أنا ممكن أعمل فيهم أصل أنا ما حدش يتوقعني. يعني أنا دماغي ضاربة، آه والله، يعني أمّا باقوم في قرار هُم بيلاقوني منفّذة وعمّالة أنفّذ ومن غير ما أقول يعني، فبيتصدموا يا عيني وبيخافوا، بيقلقوا لا أسجنهم والّا البوليس ييجي ياخدهم والّا إيه مش عارفة، بيخافوا منّي ليه كده؟ استنى آخد بُق شاي. الله، الله يا بنتي يا جيجي، عاملة كوباية شاي بقى من الآخر فاخر، كوباية شاي صغنّنة كده في البراد. هنا كنتِ بتعملي إيه بقى يا ستي جيجي، هنا كنت باشغّل شايفين الكاسيت التسجيل اللي هناك ده، جوزي جايبه لي في الشقة، قال لي عشان عارفِك بتحبّي الهيصة والزمبليطة فجاب لي الصَب الصغنّون اللي أنتم شايفينه ده، حابة أشغّل قرآن وحابة أشغّل أغاني حزينة وأقعد أعيّط، أعيّط، أعيّط. طَب بتعيّطي ليه؟ مش عارفة، ما أعرفش، إحنا كشعب مصري يعني بنعيّط في أي حاجة، في الفرح بنعيّط وفي الحزن بنعيّط، وبنعيّط وبنعيّط، قسمًا بالله يا راجل، يا راجل هانزل لك إن المتابعين يقولوا عليّا إيه، والله ما مسلّطاه عليكم ولا حاجة، بيبيع طماطم. كنست بقى السجادة كلّها تحت وفوق، وخلّيت الدنيا كده تحت السفرة زي الفل زي ما أنتم شايفين أهو، وتنيت السجادة كده وشفّطت كل حاجة. هتنفّضي إمتى يا جيجي حاجة؟ ما أنا بانفّض أهو، أنا مقصّرة معاكم في حاجة مش عارفة، أنا كل شوية يا جيجي ما تنفّضي بقى حاجة رمضان، أنتم عايزين تهدّوني وخلاص، أنا عارفاكم، أنا عارفاكم. absolutely، absolutely، أرجوكِ، أرجوكِ ما تجرحنيش في مشاعري وسيبيني. قومي بقى كده شغّلي أغنية اتقدّم، اتقدّم ومش عارفة إيه كده واتنشّطي بقى، هتلاقي نَفْسِك بُصّي رهوان في الشقة كده، عمّالة تلفّي زي الدبانة كده وزي النحلة. طبعًا ولادي نايمين ما عندهمش النهارده مدرسة، ما فيش إلا ملك بس نزلت، وأنا بقى إيه، انطلقت، بقيت منطلقة كده لوحدي، كده خلاص، لأ ما خلاص، تعالوا بقى نعمل الجزامة بتاعتنا وننضّفها ونجرّها ونعمل وراها ونخلّيها زي الفل. هنا بقى إيه، أيوه بُصّوا شُفتوا باعمل إيه، رياضة، باسخّن. آه يعني يامّا، يا حظّي السودا يعني يامّا. المهم بقى جينا من برّه، امبارح كُنّا برّه في مشوار أنا والولاد، ولمّا رجعنا جُم يفتحوا الجزّامة ما لقوش مكان يحطّوا فيه شوزات، أهو مش عارفين يعملوا إيه، فأنا قُلت لهم خلاص سيبوها وأنا الصبح هارُصّها، فأنا اللي رصيتها لإن هُم مش عارفة يرصّوها زيي، يعني بيرصّوها بس بيحطّوا الجزم كلّها فوق بعضها، فبيبوّظوا كل حاجة. فأنا عشان البوطات طويلة شوية فباخاف تتكسّر، فباتنيها تانية معيّنة كده وباحطّها بطريقتي يعني. شِلت بقى كل حاجة كده زي ما أنتم شايفين. معلش يا ولاد جالي تليفون من رحاب، رحاب دي قطّعت اللذات كده، تقطّع بيني وبينكم على طول، مش عارفة مالها ومال متابعيني مش عارفة. كان عندي بس كنت طالبة من رحاب السباك يعني تبعهم قريبهم وكده، باتصل بيها عشان تجيبه لي، فكانت نايمة، اتصلت بيّا بقى عشان تشوفني كنت عايزة إيه وكده. ادعوا لي يا جماعة عشان تعبانة شوية. زي ما أنتم شايفين كده حبايب قلبي، ليه مش بتصوري عند رحاب والله يا جيجي، والله بُصّوا هي خصوصيات يا جماعة، بس عشان رحاب تعبانة اليومين دول وكده ومش عارفة أصوّر عندها والله.
والله العظيم أنا بُص، أنا لمّا باكون رايقة خدوا منّي بقى حركات، بُصّوا مش رايقة بتلاقوني ماشية في الفيديو زي العسكري باخلّصه في ثواني بُصّوا بالزعبوط اللي أنا لابساه ده، أنا اتحرّيت حَر بعد ما عملت في نَفْسي كده لابسة على الترنج، يعني أنا لابسة فوق الترنج على طول، الجو كان ساقعة جدًا، فبعد كده وأنا شغّالة حسّيت لأ، ده أنا عايزة أقلع بقى، أنا عايزة أقلع بقى يا جماعة بس أنا باصوّر ما ينفعش أقلع قدّامكم بقى لمّا نخلّص بقى. لأ، والحركة بقى اللي أنا باعملها إن أنا باغيّر بعد ما باخلّص معاكم وجسمي عرقان فبابرد، على طول بقى بردانة اليومين دول، فالحمد لله، الحمد لله. أنا باحكي لكم قصة حياتي، أنتم ذنبكم إيه مش عارفة، يالّا أنتم أهلي وحبايبي وأصحابي. هنا بقى جِبت فوطة Greenway استنوا بقى في مفاجأة من Greenway حلوة جدًا إن شاء الله، نسيت أقول لكم مش استنوني بقى في الشاطبي إن شاء الله يوم 7/3 و8/3 من 11 ل11 هاشوف كل حبايبي هناك بإذن الله، يا رب أشوفكم كده على خير وتيجوا عشان تنوروني وتشرفوني وتاخدوا الجوايز بتاعتكم، هتشتروا حاجة ب10 جنيه بس، وبعدين تخشوا السحب وتاخدوا 10.000 جنيه ل10 أفراد على يومين. أول جايزة هياخد 1500 بعد كده في آخر يوم بقى تاني يوم على طول يوم 8 ده، هيكون في سحب جوايز لكل متابعينا الكرام، على بقى المنتجات اللي موجودة في قلب البازار، تمام كده؟ أديني فسّرت أهو، فين يا جيجي؟ في الشاطبي خلف الجامعة، هاستناكم إن شاء الله يوم 7/3 و8/3 من 11 ل11 وهنطلع live بإذن الله على صفحتي على الفيس جيجي أم البنات، عشان خاطر نوريكم كل المنتجات على الهوا عشان تقدري تيجي. الناس اللي كتبت لي إن هي هتودّي ولادها الدرس ومش عارفة إيه، عندِك وقت من 11 ل11 أشوفكم هناك بإذن الله. يا ريت أشوفكم كلّكم كده على خير وأتشرّف بيكم بإذن الله زي ما أنا نِفْسي أشوفكم كده وجهًا لوجه. زي ما أنتم شايفين حبايبي كده مسحت الجزامة كلّها وخليتها زي الفل، بصراحة يعني اللي عمل لي شغل الجزامة ده أبو ملك ده ربنا يا رب يدّي له الصحة وإيديه تتلف في حرير، حاجة كده نضيفة وجميلة وخشبها حلو أوي وفي منتهى الجمال، التصميم ده أنا كنت جايباه من على جروب وصوّرته واديته له ونفّذه لي بالملي، بالملي بالضبط، أكليريك هي أكليريك يا بنات البوية بتاعتها المتبيضة بيها دي أكليريك. بس كده لمّعتها كويس جدًا ولمّعت الإزاز، هنحط بقى أنا اللي عاملة السفنجة دي، أنا اللي مخترعة يعني، أنا اللي عملتها كده عشان لمّا ييجوا يلبسوا الشوزات يقعدوا عليها تبقى شكلها شيك في نفس الوقت، ولو حبيت أغيّر القماش بس أنا حبيت القماش يكون لون السفرة لون كراسي السفرة بالضبط. أنا عندي حتّة كده يعني والله لا تواضع، أنا تواضعة جدًا يا جماعة وأعوذ بالله من كلمة أنا وكده، بس أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، بس أنا ما هي كان لازم أقولها أنا، يعني أنا كجيجي يعني عندي حتّة كده إيه لمسة كده شوية بسيطة يعني، اللي هو إيه أحب أنسّق الألوان على بعضها وكده يعني. ادعوا لي يا جماعة أفنجر أوضة النوم بتاعتي عشان جوزي عمّال يقول لي: "أنتِ هتفنجري فينا وتفنجري في البيت وهتفنجري في ولادِك." والله بيقول لي: "خايف آجي ألاقيكِ وزّعتِ العيال." زي ما أنتم شايفين كده لقيت كُتب ما لهاش أي تلاتين لازمة قُمت حاطاهم كده في النيش، النيش ده تملّي يا عيني تلاقي فيه كل حاجة مش عايزينها بندخّله فيها. هنلِم بقى الدنيا دي كلّها ونلمّع التراب بس كده، وبعد كده هنلمّع الأرضيات، والله بُصّوا كان روتين خفيف وظريف وعدّى على خير، ليه بقى، ليه حبّيت الروتين ده أنا؟ قولوا لي ليه، قولوا لي ليه، اكتبوا لي كده ليه. عارفين ليه؟ عشان لعبت رياضة، رايحة جاية أتنطّط وارفع إيدي لفوق وشمال يمين هوب، هوب، لغاية ما خلّصت الروتين بتاعي. اشتغلي يا ماما اشتغلي، اشتغلي ده بيتِك وحياتِك وهتاخدي ثواب، صدقيني هتاخدي ثواب. هاخد ثواب إزاي؟ والله هتاخدي ثواب على كل حاجة بتعمليها في البيت، على تعبِك، على نزولِك، على طلوعِك، على ولادِك، على كل حاجة. بس نفسي أنوّر المراية دي كمان اللي جنبها دي والله، بس الفيشة بتاعتها قصيّرة، فلازم مشترك وأنا مش باحب المشترك عشان لمّا آجي ألمّع الأرض وكده المشتركات دي بتضايقني يعني. هنا بقى الإزاز ده لازم يتشال وأعمل تحتيه لإن في بخور واقع ودخل تحته، فأنا بقى لازم أشيله بس لازم يكون حد معايا، مش هينفع أشيله لوحدي بصراحة. بس الجو يتحسّن كده شوية وإن شاء الله تتشقّى، إن شاء الله كل حاجة ونصبّن حيطان بقى ونصبّن نجف والأرضيات ونكُب مَيّة وحاجات ومحتاجات، لكن دلوقتي لو عملت كده هاروح مستشفى على طول. أيوًا كده، أها، كل حاجة رجعت مكانها وزي الفل. استنوا لأحسن حاطة أكل على النار هانساه يا ولاد، حاطة فرخة. أنتم عارفين الفرخة عاملة إزاي، يعني اللي عنده فرخة دلوقتي عنده بُصّي كنز في البيت. لسه اتحمّري براحتك يا أختي، على راحتِك، ده أنا مش هاعمل لِك فيديو، ده أنا هاعمل لِك 10 فيديوهات. فرخة بقى، فرخة.
والله انا لولا رؤية طلبت مني الفراخ دي انا ما كنت هعمل فراخ، انا كنت عامله حداد على الفراخ وما ندخلهاش البيت عشان خاطر نساعد الاخوات اللي مش قادرين يجيبوها وكده. بس رؤية بقى لها كام يوم تقول لي ماما انا عايزه اكل عايزه اكل هي مسميه الفراخ كوكو، عايزه اكل كوكو عايزه اكل كوكو. فقلت بقى ما بديهاش، رحت بقى جبتها وجيت وعملتها في صينيه بطاطس كده، هتشوفوها ان شاء الله في فيديو معايا باذن الله، هتشوفوها ما تخافوش، هنشوفها مع بعض لان بقالنا كتير ما شفناهاش. هنشوفها ونتعرّف عليها ونتعرّف على كل حاجة فيها، مش هنرمي أي حاجة فيها، الريش بتاعها هاعمله وسادة الخالية، يعني أنا قُلت للراجل هات الريش، قال لي: "هتاخدي الريش تعملي إيه يا مدام؟" قُلت له: "الرجلين." قال لي: قُلت له: "حقي والّا مش حقي؟" قُلت له: "المصارين." قال لي: "طَب قُلت له: "أنا عايزة كل حاجة في الفرخة." الفرخة يعني دي أقل فرخة أنا اشتريتها، أقل يعني مثلًا الفرخة اللي أنا جبتها صغنونة مش كبيرة. فقُلت له وعايزة وِرك كمان عليها عشان بابايا يعني بيحب الوراك بس ما بيحبش ياكل الصدر وكده. فأمّا ادّاها لي كلّفوني على بعض كده 160 جنيه. فقُلت له: "هات الريش وهات الرجلين وهات المصارين بتاعة الفرخة." "طب هتعملي" قُلت له: "هاعمل المصارين ممبار." وقال لي: "والرجلين؟" قُلت له: "هارُم بيها عضمي." قُلت له: "هاخد الضوافر بتاعتها هاعملها باديكير في إيدي." الله العظيم 3 حول طب أنتم بتاخدوا الريش ليه؟ الريش ليه بتاخدوا الريش؟ أنا عايزة فرخة براسها، عايزة الراس بتاعتها والعُرف اللي فوق ده، أنا عايزة العُرف اللي فوق، هتعملي بيه إيه؟ ما ليش فيه، أنا عايزاهم. ما تسيبيش حقِّك عند بتاع الفراخ، ده أنتِ تاخدي حقِّك وتحطّي رجل على رجل كده وتتقنعري، وتبقي قاعدة كده في الشارع في المنطقة بقى وأنتِ قاعدة، أنتِ الوحيدة اللي واقفة عند بتاع الفراخ، ما فيش حد واقف غيرِك. فتبقي واقفة كده ومتّنِّكة وبُصّي، وطول ما أنتِ ماشية أي حد تشوفيه تقولي أنا عاملة فرخة النهارده، أنا عاملة فرخة النهارده، أنا عازماكم على فرخة النهارده، واخدة بالِك أنتِ؟ ولو حد بقى جالِك ضيف والّا حاجة تاويها بقى، ما تطلّعيش الفرخة، ما تطلّعيهاش، أنتِ ب160 ما تطلّعيهاش خالص، داري عليها وداري لو مين جالِك، بس أبويا ما أقدرش مخبّيها منّه بصراحة، يعني لازم أدّي له منّها، أبويا ضنايا، ضنايا، ده ضنايا. المهم بقى إيه، لفّيت على الشقة كلّها كده زي شركة أونيكس بالضبط، عارفين الشركة بتاعة أونيكس لمّا تلِف كده على المنطقة أنا عملت كده. هنا بقى جِبت الكلوريكس الألوان وكبّيت نقطة كده عشان ما عنديش كلور أبيض، وكلور أبيض لو عندي والله ما هاحطه، لإن بيبوّظ لي هدومي، فحطيت نقطة كلوريكس عشان كان في كام بُقعة هناك كده من باسكت الكمامة يعني أمّا بنيجي نطلّعه، ومسكت بقى الموب بتاعتي دي، واستنوا بقى في مفاجأة جاية لكم من greenway هتشوفوها أنا طالباها، فهتشوفوها معايا بقى مساحة كده، يا سلام، يا سلام. هنشوفها مع بعض بإذن الله، نلمّع بس الأرضية كلّها كده مطرح رجلينا رايحين جايين في الحتّة دي كده، والنهارده عندي مُدرّسة جاية الساعة 17:00 وبُصّوا الأنتريه عندي بيتان نضيف وزي الفل، آه والله. هنا بقى لمّا اتحرّيت رُحت فتحت الشبابيك، واخدين بالكم أنتم؟ يعني من شوية كنت قافلة الشقة كلّها حتى شباك التويلت دخلت رزعت وقفلت باب الحمام وقفلت الستاير، وبعد كده اتحرّيت بقى، طول ما أنتِ شغّالة تلاقي نفسِك بقى إيه، اتحرّيتِ كده وبقيتِ نشيطة وقوية وحاجات. هنا بقى هناك زي ما أنتم شايفين كده نفّضت دي برّه وجبتها بقى حطيتها أهو. بُصّوا والله الروتين يعني أنا باحب الروتينات جدًا، بس الكسل وِحِش فعلًا، يعني الكسل لأ النضافة حلوة يا ولاد، النضافة حلوة، لمّعت الحتّة دي كمان وفتحت الشباك كده يهويها، وفرشت البتوعتين بتوعي اللي أنا باقف عليهم دُولة، أيوه، تشد بُصّوا الهوا وجماله، هوا وجماله. طبعًا بتتفرّجوا عليّا الفيديو بالليل أكيد وأنا مرعباكم ومسقّعاكم، يالّا بُصّي الستاير عاملة إزاي فاتحة البلكونة. بعد أمّا كنت خلاص هنشيل بقى جيركن الكلوركس بتاعنا ده أستحمى بيه بالليل، يعني أخلّيه بالليل بقى آخُد لي shower كده، أهو يطلّع البُقعة اللي في جسمنا والّا حاجة، والبخور هنشيله مكانه، وشربت بقى كوباية مَيّة مطرح الرياضة فريقي نشف. لأ مش هاشيل مكنسة، هاسيبها عشان هاكنس الطرقة والمطبخ بالمرّة، بس مش هاصوّرهم معاكم. كده أنا خلاص خلّصت الدنيا هنا خلاص وخليتها زي الفل، دي بقى أنا حاطّاها عشان نفرش يعني نلبس عليها شوزات وكُلّه، وبعدين باخدها أنفّضها كده وأكِن ما فيش أي حاجة حصلت. طفّي أنوارنا بقى، أيوه، وهارُش مُعطِّر في الشقة، وكده يبقى خلاص الفيديو بتاعنا يعتبر خلص، ما تنسونيش في اللايك والكومنت الحلو اللي دايمًا بيسعدني، باحبكم جدًا، 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 ويا رب أكون أسعدتكم، وأنتم كمان عايزاكم تسعدوني باللايكات والكومنت الحلو بتاعكم اللي دايمًا بيفرّحني. أشوفكم على خير في روتين جديد يا أحلى أخوات في الدنيا. كده بُصّوا شايفين المنظر، الشقة بقت نضيفة وجميلة إزاي؟ شايفين؟ شايفين يا متعلمين، يا بتوع المدارس؟ إمم، حبيت بس أعمل لكم كده إيه زي اللي بيعملوا الديكورات اللي بيروحوا يصوروا بييجوا بالضهر وبيروحوا بالخلف أهو، أهو. ده الشكل النهائي للreception بعد أمّا نضف وراح زي الفل وكل حاجة راحت في مكانها والدنيا فُلّة شمعة منوّرة. أهو أنا هاجي أهو، أنا هاجي أسلِّم عليكم بنفسي. تعالوا أقول لكم الفازة أهي حطيتها شايفينها؟
مش باينة بس يالّا أهي فاظة وخلاص. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، باحبكم جدًا، جدًا في الله، وأشوفكم على خير بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.